غنى أفراحنا وأحزاننا ومن غير إعلان من غير داعية، صوته لمس قلوب الناس بسرعة. كلامنا عن المطرب الشعبي الشاب محمد بسكوت. أغانيه بتحكي عن كل حاجة بنعيشها كل يوم، وحكايات الشارع بتتحول لأغاني على طول. شهرته ابتدت مع إن سنه لسه صغير. تعالوا نشوف قصته إيه. الشارع هو مدرسته الأولى من أيام ما كان صغير. المطرب الشعبي الشاب محمد بسكوت من يومه كان بيحب يغني للناس اللي حواليه، وصوته دايما حلو والناس بتحب تسمعه، مش عشان يبقى مشهور، لا، علشان يحس إن صوته بيقول اللي في قلبه وبيوصل للقلوب قبل الودان. وطبعا زيه زي أي حد، محمد بسكوت كبر وسط عالم مليان ألوان، وشاف الناس بتحب تضحك وتزعل وتغير مزاجها بالغنى. ومن هنا اتعلم إنه لازم يغني كل حاجة، عن الفرح، عن الغربة، عن الحب اللي ما تمش، وعن الحنين اللي ملوش علاج، وعن جرح القلوب. أغنية الغربة مرة كانت أول حاجة ليه، ولما الناس سمعوها وقالوا ده صوتنا. وكانت أغنية قصيرة بتتكلم عن اللي بيشتاق لبلده ولحياته البسيطة. حكايتها بقت نغمة لكل واحد بعيد عن بلده وعن بيته. ومع الوقت ابتدى محمد بسكوت يخلي الكلام في أغانيه طالع من القلب عشان يوصل للقلب، زي أغنية قلبي اشتكى، واللي كانت فيها مشاعر صادقة قوي، والحب اللي محبوس جوه كل واحد فينا. والناس كانت بتغنيها في الأفراح وفي السهرات، وبتحس إنها مش مجرد أغنية، دي حكاية لكل الناس. وبعد كده محمد قرر يدخل في الساحة بجرأة، وقدم أغاني أكثر قوة وبأسلوب شعبي أصيل، زي البطل حضر بنفسه، واللي كانت مليانة حماس، واللي اتغنت بشكل كبير واشتغلت كتير في الدي جي في الأفراح الشعبية في الشوارع. كمان محمد بسكوت ليه أغاني خلت الناس تقول ده واحد مننا، والأغاني دي زي أنا فل الفل، زي ما أنا ماليش زي، ووحشتني نفسي، وزعلان من قلبي، كلها كانت بتوصل للناس بطريقة بسيطة وقريبة جدا من حياتهم اللي بيشوفوها كل يوم. وبين النجاح اللي ابتدى يحققه والشهرة والمتابعين اللي بقوا على حساباته في السوشيال ميديا، محمد منسيش أصوله، وكان دايما بيقول في فيديوهات صغيرة ومقاطع صوت على صفحاته أنا من الناس وللناس، وبالغنى بنحكي عنهم. وهو ده اللي خلى اسمه يدخل قلوب كتيرة بسرعة. ومن سنة 2025 ظهرت واحدة من أحدث الأغاني ليه، وهي حالي أحلالي، أغنية بسيطة بتحكي عن القوة بعد الهزيمة، وعن إنك تقدر تقوم مهما ضاقت بيك الدنيا. والأغنية دي كانت دليل على إن محمد بسكوت لسه بيكبر من الناحية الفنية، وبيحافظ على الأسلوب الشعبي اللي الناس بتحبه. وفي الآخر محمد بسكوت ما كانش مجرد صوت وخلاص، ده كان قصة شارع وحكايات بتحصل اتحولت لأغنية، وكل مرة بنسمع فيها لحنه بنسمع صوتنا احنا، كأنك بتسمع صوتك انت، وحكاية ناس حواليك شافتها بعينيك. وده اللي خلى اسمه يبتدي يلمع في الفن الشعبي، رغم انه لسه في بداية مشواره، لأن صوت الناس الغلابة البسيطة اللي بيحكي مشاعرهم، وكل اللي بيحسوا بيه وبيتعرضوا له.